السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهاردة وروتين جديد. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. هنا بقى كان اليوم دوت الفيديو بتاع ان جوزي كان مسافر قبلها بيوم، فهو هنا قبل ما يسافر جبنا كيس التوم دوت. يعني عشان اعمله له هو ماشي، هقول لكم ليه دلوقتي، بس قبل ما عشان بس نبقى ماشيين مع الصورة. انا جبت هنا التوم، حطيت عليه معلقة سكر، معلقة خل، معلقة زيت وملح، وهلف ده كله مع بعضه في الخلاط. انا يعني بعمل له بخزن له توم يعني. فهنا فرمت اهوت، وهحط له في العلب الصغيرة ديت عشان ياخدها وهو ماشي. انا عامله لنفسي كده في البيت. ف وهوريتهولكوا باين، هوريتهولكوا او لسه هوريلكوا في فيديوهات تانية. بسم الله ما شاء الله، بيفضل ببياضه كده وبلونه، ما بيغيرش ولا بيجراله اي حاجه. جربوا طريقه التخزين التوم ديت. وجت يعني آه، خير يعني ان هو طلب اللي انا اعمل له التوم دوت وبالمره تشوفي طريقه تخزين التوم، لان انا كنت مخزنه طبقه من اللي بفتح القناه معاكم. فدي طريقتي، ودي اللي انا بخزن بها التوم كل سنة. وبسم الله ما شاء الله بتفضل من السنة للسنة، حاجة جميلة خالص. فهنا بقى خزنته الحبة دول. فهو قال لي اعملي لي حبة كمان ايه بفلفل كده، لان هو يعني يقلي شوية برنجان يعمل. فهو هناك طبعا في السكن ما عندهوش خلاط ولا عنده كب. فبعمل له دول، هيفضلوا معاه يعني، مش هيفضلوا معاه السنة كلها يعني، بس هيفضلوا معاه شوية كده مثلا. اه بلاش حد يطبخ له، فدي يعني ان قلى برنجان، جاب سمك، جاب حاجة تبقى وبتوفر وقت ومجهود عليه. هنا هوت بقول لكم اللي انا عملتهم. فهعملهم كلهم وبعد كده اقلب كله على بعض. ادعوا لي يا جماعة ربنا يجمعنا ببعض على خير، ويرجعوا لولاده بالسلامة يا رب، ويعني كل واحد مغترب على حاله وعلى ظروفه. اللهم امين يا رب. انا بعمل الفيديو دوت وانا زعلانة. بس ربنا يخلي لنا يا رب، وما يحرمناش منه ولا يحرم اي واحدة جوزها مغترب يا رب، اللهم امين. هنا هو بقول لكم اللي انا عملت الفلفل، يعني هو كان اخضر واحمر، فقلت اقلب كله بقى على بعض. آه، العلب الصغيرة دي اللي كانت متاحة عندي، كان نفسي انا اجيب له علب من الياس الكبيرة، اللي هي اللي عاملة زي الطبق ديت بتتقفل. احلى من دي كمان، دي ما كانتش عجباني والله، بس ما كانش في وقت. كانت عايزة اخزنها يعني اجمدها له. هو ما قاليش دوت الا قبل ما يمشي بيوم على ما افتكر. لو كان قال لي قبلها كنت عملت له على الاقل قبلها باسبوع تجمد اكتر من كده. لكن ديت الحاجة اللي ما بتتجمدش جامد يعني، اسبوع مثلا او 10 ايام قبل السفر دي بتفك بسرعة. واللي حسبته لقيته والله. بيقولي فكوا مني في الشنطة وبوظولي الشنطة. قلت له انت اللي كسلت تخليني اروح اجيب، كسلتني وانت ما رحتش تجيبها على حد يروح يجيب يعني. يلا خير يعني، بس هما ساحوا، ما مش وقعوا في الشنطة. لان انت هتشوفوا دلوقتي اللي هلفهم له ازاي. هنا بقى الحبة دول كانوا باقيين خضر كده بالثوم، قال لي اعملهم بقى مش مشكلة، تقلبهم على التانية. بيحسسني ان هو رايح الجيش والله العظيم. يلا ربنا يعينهم يا رب. اقفلهم والفهم لوبو بلاستر. هم الحبة دول هيقضوا والله العظيم تلاتة، ممكن يقضوا 3 4 اشهر. انا بطبخ مرة و20 لا. تعرفين المغتربين دول ما بيطبخوش كتير، بس قال هيبقوا موجودين. دي مش راضية تقفل قوي، عمالة احاول فيه، بس هقفلها دلوقتي. هنا بقى ديت جوزي، قلتله تعالى اقفلهم انت. هنا بقى دي الحاجة اللي كان واخدها معاه. آه واخد اديته دي كيس لحمة، ودي الكفتة اللي انا كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، ودي بامية، والفلفل والحاجة هناك في جنب همت، ودي لحمة راس وكرش مطلوبين منه هناك.
لزمايله. ودي اللهم صل على النبي، استنى افتكر لكم اهو. هنشوف دي سمك. دي كلها تقول لها تطبق اطبق، ما كانش راضي يعني. اللي كان متلج متلج، دي بقى كان خلاص الشنطة. يعني الشنطة كانت تحت رجلي كده برا في الصالة، فمش تحت رجلي، تحت رجلي يعني جنبي يعني في الصالة. ودي قلقاس، ودوت كانت الكرش برضو مطلوبين منه، ودي كانت جبنة قريش، ودي فرخة. يعني هو هيروح يا جماعة لسه، يعني عما الدنيا تمشي معاه ويبقى معاه فلوس ويشتغل يعني. فكان واخد شوية الحاجات دي يمشوه مثلا شهر بتاع على ما الدنيا تمشي معاه تاني. حتى تمله في الشنطة بقى هوت، ما قدرتش اصور اكتر من كده. دي الشنطة، دي الحاجة بتاعته، وربنا يرجعه بالسلام.